وباستخدام هذا الطبل يخيل إليك أنك في معركة حقيقية. قد تكون هذه الرقصات من الخطورة بمكان، لأنها تحتاج لمهارة خاصة. من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان في اليمن يختلف الأداء والرقص والفولكلور، فهو يعبر عن بنية ثقافية وفنية وإيقاع مختلف. أما في تهامة غربا فيؤكد المؤرخون أن قبيلة الزرانيق كانت تبدأ حروبها قديما وتختتمها برقصات قتالية، وانعكس ذلك على كل أفراحها ومناسباتها. وعلى عكس المناطق الجبلية التي تستخدم المزمار، فإن المناطق الساحلية تستخدم الناي في رقصاتها. رقصة المباينة هذه هي الأكثر خطورة، ففيها يتواجه اثنان بالسيف على وقع الطبل. يكثر فيها التنطاط. تحويل القتال لرقصات يدل في رأي البعض على بقاء معنى الحرب، مثل ما يدل على حضورها التاريخي. الرقص في اليمن فن قائم بذاته، وهو تعبير لحياة الناس ولبيئتهم، تعبير عن الفرح والحزن، عن السلم والحرب، وعن إيقاع الفصول والكائنات بخصوصيته التي تتعدى الأداء المفرغ من المعنى إلى التعبير الذي يستشف التفاصيل والحياة. أحمد الشلفي، الجزيرة، من مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحدود.